وفاة السيدة العظيمة الجليلة باب من أبواب الحوائج، وهي السيدة فاطمة أم البنين سلام الله تعالى عليها. هذه السيدة التي قدمت أبنائها فداء للإمامة، فداء لأبي عبد الله، حيث كان يرتجز أبي الفضل العباس عليه السلام بعد قطع اليمين: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. ربت أبنائها على أن يكونوا خدما ومدافعين عن الولاية وعن إمامة الأئمة سلام الله تعالى عليهم. وهذه الآية المباركة التي افتتحنا بها المجلس هي تعتبر من الآيات المكية، أي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، لأن كما تعلمون بأن القرآن الكريم من حيث النزول ينقسم إلى قسمين: إلى آيات مكية أي الآيات التي نزلت على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة، وإلى آيات مدنية وهي الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة. وسياق الآيات المكية يختلف عن سياق الآيات المدنية، لأن الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة كانت كلها آيات تدعو إلى التفكر وإلى التعقل، وكلها آيات تجادل وتحاج المشركين في قضية التوحيد، يعني كلها آيات توحيدية وآيات عقائدية، باعتبار كان النقاش والجدال والحرب الثقافية في تلك الفترة تحاول إثبات وجود الله وتبطل عبادة الأوثان والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن عندما انتقل النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة الوضع بدأ يختلف. المدينة هي أول دولة وأول نواة للدولة الإسلامية، فكان المجتمع مسلم مؤمن. هذا المجتمع كان يحتاج دائما إلى أحكام وإلى تعاليم من أجل تنظيم حياة المجتمع في تلك الفترة، لأن الحكم الشرعي اليوم من يقول ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي وهو الخطاب الصادر من السماء لتنظيم حياة المجتمع وتنظيم حياة الفرد. فتشوف الآيات القرآنية المباركة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة أغلبها أو كلها كانت آيات تنظم حياة المجتمع من جانب، وتنظم حياة الأسرة والفرد من جانب آخر، لأن أول مجتمع وهذا المجتمع خليط يحتاج إلى تعاليم ويحتاج إلى ضوابط وأسس أخلاقية. فتشوف أغلب الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله هي آيات فيها أحكام، وتحاول هذه الآيات أن تهذب وأن تنظم المجتمع في تلك الفترة في تلك الحقبة الزمنية التي تعتبر الفترة التأسيسية للشريعة المحمدية. فهذه الآية التي افتتحنا بها المجلس هي تعتبر من الآيات المدنية. ليش؟ لأنها بدأت بخطاب يا أيها الذين آمنوا، والمجتمع في تلك الفترة في المدينة كان مؤمن. أما الآيات التي تنزل على النبي صلى الله عليه وآله في مكة يكون الخطاب دائما يا أيها الناس، يعني خطاب شامل يشمل المسلم وغير المسلم. فهذه الآية المباركة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وهي تقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الخطاب لمن موجه؟ إلى الفئة وإلى الشريحة المؤمنة. وما هو المطلوب من المؤمنين؟ مطلوب من المؤمنين أمرين: الأمر الأول وقاية النفس، والأمر الثاني وقاية الأهل، يعني الزوجة والأبناء وأبنائك اللي عندك سلطة وصلاحية على توجيه هؤلاء. الآية فيها ملاحظة لطيفة جدا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. لماذا بدأ الخطاب بوقاية النفس؟ لأن أولا يجب على الإنسان عقلا وشرعا أن يبدأ بنفسه،
أن يهذب نفسه وأن يؤهل أخلاقه وسلوكياته، بعد ذلك يتوجه بتطبيق هذا التأهيل وهذا التهذيب على أبنائه وعلى عياله، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول في مضمون حديثه: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. يعني اليوم السهم القوس إذا ما بي وتر السهم ما ينطلق، ما بي أثر، ما يؤثر، ما بي نتيجة. فالإنسان إذا يتكلم وهو غير مطبق، بالتالي شو يكون هذا الكلام؟ هواء في شبك، لأن الذي يخرج من القلب يدخل إلى القلب. وينقل قصة لطيفة عن الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل طبعا من كبار علماء الشيعة رضوان الله تعالى على الأموات، وحفظ الله سبحانه وتعالى الباقين. هذا الرجل كان يخطب عند محاضرات في أحدى الأماكن في النجف الأشرف، وكان في زمنه لا زال وجود للعبيد الموالي، عبد تشتري من السوق. فأكو أحد العبيد جاء إلى الشيخ مرتضى الأنصاري سلم عليه، قال له: شيخنا يا مولانا أنا عبد مملوك لفلان، وهذا فلان من أتباعك ويطبق كل ما تقوله أنت في المحاضرة في الخطبة، يرجع ويطبق كل أقوالك. قال له: المطلوب شنو مني؟ قال له: يا شيخنا أريدك في المحاضرة المقبلة تتحدث عن فضل وثواب عتق العبيد، حتى بلكي هذا يتأثر ويعتقني، لأن أنا أصبحت رجل كبير وما عنده قدرة على الخدمة والعمل. قال له: إن شاء الله. هذا العبد يجي ويا مولاه يوم، يومين، أسبوع، شهر، شهرين، فترة طويلة. الشيخ مرتضى ما تحدث. هذا وعدني، قال لي أنا راح أتحدث. عموما جاء في يوم من الأيام ارتقى الشيخ مرتضى الأنصاري المنبر وتحدث حول فضل عتق العبيد وإكرام العبيد وما فيها من الأجر والثواب. قام هذا المولى إلى عبده قال: يا فلان أيها العبد، اذهب أنت حر لوجه الله. اجى هذا العبد علما الى الشيخ مرتضى الانصاري، سلم عليه، قال له: الشيخ يا مولانا انا اشكرك جزاك الله خير، انت اليوم تحدثت عن فضل عتق العبيد، وهذا المولى سيدي مولاي اعتقني ليتاثر بكلامك وانت متفضل، بس عندي سؤال. قال له: تفضل. العبد يسال الشيخ مرتضى الانصاري، قال له: انت وعدتني قبل اشهر وفتره طويله، ليش ما تحدثت قبل شهر، قبل شهرين؟ ليش تاخرت هاي الفتره الطويله؟ قال له: اعلم يا هذا، انت من طلبت مني اتحدث انا ما كان عندي عبد، ما عندي مملوك، فانا هذه الفتره جيت اجمع اموال حتى اشتري عبد، ثم اقوم بعتق العبد، بعد ذلك اتحدث عن فضل عتق العبيد. قال له: ليش؟ قال له: حتى يكون كلامي قبله تطبيق ثم أتكلم، فيكون الكلام ماذا؟ مؤثر. فلذلك المطلوب من الإنسان أن يقي نفسه ثم يطبق هذا الأمر على عياله. فلذلك ينقلون حادثة جدا لطيفة عن الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه، صاحب كتاب مفاتيح الجنان. هذا الكتاب ترى اكو هواي مؤلفات تتحدث عن الصلاة والعبادة والأمور الأخلاقية والأدعية، الكثير من الكتب، ولكن هذا الكتاب اكو فيه سر خاص هو سبب خلود هذا الكتاب. ينقل بأن الشيخ عباس القمي عندما أتم كتابة هذا المؤلف، طبعا مجموعة أدعية جمعها من مصادر المسلمين، وجاء بالكتاب إلى المطبعة لكي يطبع. بعد يوم يومين رجع نفس المطبعة قال لهم: انطوني الكتاب. ليش شيخنا؟ قالوا: الكتاب مو تام، بعد بيه نواقص أريد أن أكمل. بعد ما قدر يحكي صاحب المطبعة اللي هو المصنف المؤلف، شال الكتاب وانطاله. راح الشيخ عباس القمي ورا فترة شهر شهرين يقولون بأنه سنة كاملة، لأن هو حتى الأعمال الموجودة مفاتيح الجنان أعمال سنة كاملة، سنة كاملة يذكرها من يوم واحد إلى نهاية السنة. ورا سنة إذا نفس المطبعة قدم الكتاب، قالوا: الآن الكتاب مؤهل للطباعة. تعرف بعد أكو حب فضول، سيله صاحب المطبعة قال له: شيخنا أكو إضافة، أكو حذف؟ قال له: لا ماكو لا إضافة ولا حذف. قال له: لا، ليش منعتنا من طباعة الكتاب العام في العام الماضي؟ قال له: أعلم بأنني طبقت كل ما في الكتاب، شكو دعاء، شكو عبادة، شكو عمل أخلاقي، أنا طبقته لكي يكون هذا الكتاب مؤثر. وفعلا سر بقاء ونجاح هذا الكتاب هو النية الخالصة والتطبيق العملي
لما في هذا الكتاب. شوف اليوم لليوم هذا الكتاب خالد أي عمل وأي دعاء وأي عبادة نرجع بها مباشرة إلى كتاب مفاتيح الجنان. علما أكو مصادر أفضل وأدق من مفاتيح الجنان، ولكن لنا ماذا؟ ببركة ذلك المصنف والنية الخالصة نتوجه إلى دعاء. نعود إلى الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أنفسكم مضمون حديثه هي ميدانكم الأول، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم على غيرها أعجز. يعني الإنسان إذا يفشل في تهذيب نفسه، في وقاية نفسه، بالتالي مع عياله، مع جيرانه، مع صديقه سيكون أفشل. أنا إذا اليوم نفسي ما أقدر أهذبها، بعد أقدر أهذب غيري؟ هو ما أقدر. فلذلك الرواية تقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فلذلك يجي رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله عندما نزلت هذه الآية، يقول له: يا رسول الله، الرواية طويلة باختصار، أنا عاجز عن وقاية نفسي، فكيف أقي عيالي؟ قال: أن تأمرهم بما أمر الله، وأن تنهاهم عما نهى الله. ويجي رجل للصادق عليه السلام يسأل نفس السؤال، يقول له: كيف أقي عيالي؟ قال: أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وأن تنهاهم عما تنهى عنه نفسك. وفعلا يشوف الإنسان إذا كان مطبق للشيء ويدعو بقوة، فإذا كان الإنسان غير مطبق حتى دعوته ما راح تكون مؤثرة. أنا استمع للغناء، بعد أقدر أقول لك الاستماع للغناء حرام؟ ما أقدر. أنا أكذب، أنا أستغيب، أنا أسرق، أنا بعد ما أقدر أمنع المقابلين، أنا جاي أمارس نفس المعصية. فبالتالي شو يكون الكلام؟ ما إلى قيمة، كلام غير مؤثر. قوا أنفسكم وأهليكم. طبعا وقاية الأهل ووقاية الأبناء والزوجة تحتاج إلى تخطيط، إلى خطة عمل، إلى برنامج عمل. يعني لا يصور البعض بأن هو خلص أنا أصدر أوامر الاستماع حرام، إلى الغناء والكذب حرام. هذا الكلام ما إلى قيمة. يحتاج إلى أن يخطط الإنسان إلى طريقة وإلى كيفية لكي يعد أسرة صالحة. فلذلك علماء السلوك والأخلاق والتربية يقولون هذا الأمر يبدأ به الإنسان قبل أن يتزوج. اليوم أنا إذا أريد أنشئ أسرة، أبدأ الخطوة الأولى اختيار شريكة الحياة واختيار الزوجة الصالحة المؤمنة، لأن من حقوق الولد على أبيه هو أن يختار له الأم الصالحة. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي، فغذتنيه باللبن ولي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن، لأن الأم مدرسة إن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. فتشوف أهل البيت سلام الله تعالى عليهم وضعوا لنا أسس وضوابط لاختيار الزوجة الصالحة. قال: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: ما خضراء الدمن؟ قال: المخصوم الحسناء في منبت السوء، يعني مرأة جميلة لكن تربت في عائلة غير مؤمنة، عائلة منحرفة غير ملتزمة، هي الحسناء في منبت السوء. لأن اليوم احنا الأمور بدأت تختلط في المجتمع المسلم خصوصا العراقي، بدأت هاي الأمور تذوب. اليوم أنت عندما يريد أن يقبل الإنسان أن يتزوج، أكو مواصفات وضعها لنا أهل البيت. الجمال شيء أساسي صحيح، لكن أكو هناك نقاط أهم من الجمال، وهو الدين والأخلاق. لأن الجمال ورا سنة سنتين 5 يزول، لكن الدين ما يزول من الإنسان، الأخلاق ما تزول، فتبقى امرأة بلا جمال وبلا أخلاق. ولكن إذا كان التأكيد يقدم الدين والأخلاق، بالتالي يمكن الجمال يزول ويبقى الدين، امرأة ذات دين وذات أخلاق. وإحنا جاي نشوف اليوم أي كثير من الأسر امرأة كبيرة في السن وبالتالي تطلق.
ما تمتلك أخلاق، ما تمتلك دين. فالزوج الآن ما يصل إلى مرحلة إلى طريق مغلق. وشوف حالات الطلاق اليوم على قدم وساق. ليش؟ لأننا بدأنا نبتعد عن تعاليم أهل البيت حتى في الجانب الآخر، في جانب الزوج الرجال. النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعطينا أسس وضوابط، دين وأخلاق. اليوم 99% من المجتمع عندما يزوج ما يسأل الإنسان تصلي أم لا تصلي. يوم احنا جاي نروح هواي خطوبة وأعراس ما يسألونه أنت تصلي ولا، يسأله أنت ايش تشتغل، وين وظيفتك، ايش عندك شهادة. خلاص يصلي ما يصلي ما له علاقة. ليش؟ بينما المعصوم يقول: المؤمن إن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها فلن يظلمها، عند دين وعند أخلاق. فبالتالي يصل الأمر إلى ما وصل. فأهل البيت يقولون أول خطوة يقوم بها الإنسان هو اختيار الزوجة الصالحة المؤمنة، لأن الأم تترك آثار وتترك بصمات على سلوكيات الإنسان سلبا وإيجابا. وعندنا في التاريخ نماذج كثيرة جدا، مثلا محمد ابن أبي بكر رضوان الله عليه، الذي يقول في حقه أمير المؤمنين: محمد هذا ولدي من صلب أبي بكر، وهذا ابن أبو بكر، وأبو بكر مخالف لأمير المؤمنين عليه السلام لكنه موالي لعينه. تدري شنو السبب؟ هذا الرجل أمه أسماء بنت عميس، كانت زوجة لجعفر الطيار، جعفر ابن أبي طالب، عندما استشهد في واقعة مؤتة قطعت يمينه وشماله وضرب بعمود من حديد على رأسه، قتل استشهد. بعد أن استشهد زوجها تزوجها أبي بكر فأنجبت محمد، وهي كانت تحب أهل البيت وتحب أمير المؤمنين والزهراء، فأرضعته حب علي بن أبي طالب. فايش أصبح؟ أصبح من شيعة أمير المؤمنين وقتله معاوية في مصر، في قصة مفصلة. بعد ذلك عندنا في روايات أهل البيت المرأة المرضعة يجب أن تتوفر فيها صفات. مثلا المرأة الحمقاء لا تسترضع، يعني إذا امرأة حمقاء أجلكم الله أنه يجب أن لا ترضع الطفل. ليش؟ لأن هذه الصفات تنتقل إلى هذا الطفل الرضيع. إذا كانت فاسقة، إذا كانت بذيئة اللسان، يقول يجب أن لا ترضع هذا الطفل، لأن هذه السلوكيات سبحان الله تنتقل إلى هذا الرضيع. فأول عمل يقوم به الإنسان هو اختيار الزوجة، لأنها ستكون أم، والأم لها أثر كبير على سلوكيات الإنسان. فلذلك ينقلون عن الشيخ أيضا الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه، عندما أصبح زعيما للطائفة، زعيما للشيعة في الكرة الأرضية، جاءوا إلى أمه وكانت عنده أم كبيرة. أحد طلابه إجا إلى أم الشيخ يمازحها، قال: يا أم مرتضى هنيئا لك، اليوم الشيخ مرتضى أصبح زعيم الطائفة الشيعية في كل الكرة الأرضية. فقالت له: قليل. شلون؟ قليل. قال: ليش؟ قالت له: أعلم بأنني ما أرضعته إلا وأنا على وضوء. تتصور الوضوء مو اليوم تراكم ما يحاوروا ويبارد، كان اكو بئر وتشمر الدلو وتطلع مي من البئر حتى تتوضا، وهذا الطفل يستيقظ بنص الليل بالوحده بالثنتين والجو بارد، وتقوم هذه المراه تتوضا حتى ترضع هذا الطفل الرضيع. بالتالي ماذا انجبت وانتجت؟ زعيما للطائفه. لا قليل زعيم للطائفه. فتشوف ايش قد تاثير الام. عندنا مثلا السيدة أم البنين سلام الله عليها، هذه المرأة المؤمنة اللي اسمها فاطمة، وهو سر من أسرار علي بن أبي طالب اسم فاطمة. هذه المرأة عندما تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام، في قصة طويلة مفصلة، وجاءت إلى بيت أمير المؤمنين طلبت من علي طلب، وهو أن تدخل إلى بيت علي بصفتها خادمة إلى الحسن والحسين عليه السلام. هي ترى كان عمرها مقارب إلى زينب أو أكبر من زينب عليه السلام بسنة أو سنتين.
مو مثل ما بعض الصور يصور بأن امرأة كبيرة والحسن طفل، لا لا، تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن تزوج خولة بنت الحنفي، يعني بسنوات كبيرة، لأن الفارق العمري ما بين الحسين عليه السلام وما بين العباس، الحسين تقريبا عمره 58 59 سنة، والعباس عمره كان 34 أو 35، يعني فارق عمري كبير. وزينب كانت أكبر من أبي الفضل تقريبا ب 15 إلى 14 سنة، لأن زينب عليه السلام في كربلاء كان عمرها تقريبا 55 إلى 50 سنة يتراوح عمرها، والعباس 35 تقريبا من 15 إلى 20 سنة أكبر، لأن زينب هي التي كانت تتولى رعاية وتربية أبي الفضل العباس، لأن كانت تعلم بأن هذا الرجل له مشروع أعده علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال دلني لحقيق على امرأة ولدتها الفتول من العرب لتنجب لي غلاما يكون عونا لأخيه الحسين في كربلاء. قضية واضحة وصورة واضحة لدى أهل البيت سلام الله تعالى عليه، فقال عليك بفاطمة بنت حزام، فتوجه في قصة مفصلة، وبدأت هذه المرأة تربي أبنائها على أنهم خدمة لأخيهم الحسن والحسين سلام الله تعالى عليها وعليهم أجمعين. وفعلا حتى عندما جاء الناعي ينعى الحسين وينعى العباس وينعى أبنائها ما كانت تسأل عن أبنائها، عندما جاء ابن حزم كانت تسأل عن إمامها الحسين عليه السلام. تصور تفقد 3 أو تفقد 4، شلون 4 على رأسهم أبو فاضل قمر العشيرة. وجاء ابن حزم ينادي بصوته يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين، فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج، والراس منه على القناة يدار، أولا صوت منها الجمع الأكبار طلعت مرة تمشي وتعثر، صاحت يا ناعي وش هالخبار، صوتك لعند الصخار، فالسار أثار المريم عباس الأزهار، يقلها عظم الله جريك بجعفر وعون تقول لكل فدا الحسين يروحون، أخبرني عن الحسين، يقلها يا عباس غدا وياهم فردكم، قالت فداء للحسين، قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين، لسان الحال تقول له تمنيتك سالم، تمنيتك سالم ترد للأوطان، وقولا بيك فقد الأربعين، أنا لوين أدرب حليب هالوفا، كان بعد ربيت لك يا حسين خوان، توجهت مولاتنا أم البنين لاستقبال زينب، يا جتها أم البنين تقوم والطير
يا زينب قامت تصيح، والله قامت تصيح وين شبول هاشم والمصابيح. شجاوها مولاتنا ام المصائب تقلها قضايا ويم البنين بخطة الكون، قضوا ما بين لين طفروا مطعوم. ام البنين عندها سؤال لزينب تقلها زينب انشديك على راعي المحنة، انشديك على راعي المحنة سوى الخواتم من خنه، والله من خنه انا ادري غيور وبيه ظنه، والله ابني شجاع واعرف انه وان كان ما راضينا عنه انا روح الكربلاء وعاتبنا وحرم حليب الشرب منه. تقلها مولاتنا زينب لا لا يا يما ايش تقولي ثلاث تنعام من اخوة الطيبين. وام البنين تسأل سؤال اخير تقلها زينب هل اوصاك العباس بوصية؟ اكو وصية لابو فاضل؟ قالها نعم اوصاني بوصية، قال لي يا زينب يا ضوى العين يا ضوى العين يا اختي المدينة من تردين ولا من الحنون لو تشوفين قولي بشارة يم البنين ترى عباس فد وراح لحسين. صاحت ام البنين الحمد لله على نصيبي على نصيبي وحلال عليك لولد حليبي. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يقضي حوائجنا ببركة أم البنين. وارفعوا ايديكم الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية يا الله. اللهم من كان صاحب حاجة في مجلسنا هذا اللهم اقضي حاجته ببركة أم البنين. أصحاب الحوائج لا تشتغلنا بالدعاء، الأخوة أصحاب الذرية اللي عليهم ديون اللي عندهم أمراض، عمنا أو أخونا أبو مشتاق يحتاج الدعاء، رجل مريض، نسأل الله ببركة أم البنين أن يمن عليه بالشفاء والعافية وأن يوفقنا جميعا لحضور مجالس الحسين، وأن يجعل السيدة فاطمة أم البنين شفيعتنا في الدنيا والآخرة إلى شرف النبي الأمين ومولانا أمير المؤمنين، ولا سيما موت السامعين والجالسين. رحم الله من يقرأ الفاتحة المباركة مسبوقة ومعطرة بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.